بسم الآب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان ابد امين. كل سنه وانتم طيبين. بشكر محبه الاباء ابونا يوسف وابونا رفائيل وابونا ميخائيل وابونا اثناسيوس وكل اباء الكنيسه على دعوتهم ان اكون معاكم النهارده بنعمه ربنا. ان شاء الله الموضوع هيتقدم على الشاشه وهيتعرض ليكم، وطبعا عشان انا مش حافظ الموضوع فانا ان شاء الله هبص في الشاشه اللي قدامي ديت لما تشتغل. احنا مقدمه كده عقبال ما البرزنتيشن يتعرض على الشاشات. احنا النهارده هنتكلم عن الايه اللي بتتكلم عن في قلب الانسان افكار كثيره لكن مشوره الرب هي التي تثبت. هنا الايه دي هل يتفهم فيها ان احنا المفروض ما نفكرش؟ ايه رايكم؟ ان احنا ما نفكرش؟ لا طبعا. طب هل في اتجاه في بعض الناس فاهمه ان الايمان المسيحي بيدعو لعدم التفكير؟ هل ممكن يكون في اتجاه لكده؟ ومبرراتها انه ما تسيبها لربنا، ربنا هو اللي يحل كل المشكله. وفي ايات بتقول كده ملقين كل همكم عليه وهو يعولكم. هل الايات دي بتمنع الانسان انه يفكر؟ ده اللي هناخده النهارده مع بعض بنعمه ربنا. يعني هنتكلم النهارده عن موضوع التفكير، وهل التفكير ده حاجه مهمه ولا لا، وربنا عايزنا نفكر ازاي، وايه التفكير الصح والتفكير الغلط. اول سلايد هيطلع دلوقتي قدامنا في الايه بتاعت الموضوع بتاعنا النهارده. في قلب الانسان افكار كثيره لكن مشوره الرب هي تثبت. هنتكلم في السلايد اللي بعد كده عن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده مع بعض، كيف نفكر بطريقه عمليه وسليمه، ازاي نفكر صح. العناصر اللي هنتكلم فيها مع بعض في السلايد اللي جاي هنتكلم عن العناصر دي بنعمه ربنا. اول حاجه هنتكلم عن اهميه التفكير في الكتاب المقدس وفي صلواتنا في الكنيسه. تاني حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها نقد الفكر العربي، وده هقول لكم ايه قصته لما يجي العنصر. 3 هنتكلم عن ليه في تراجع في دور العقل والتفكير. 4 هنتكلم عن ايه خطورة ده. 5 بقى اللي هو النقطة العملية، ازاي نفكر بطريقة صحيحة. هم 5 عناصر، كل عنصر 3-4 ساعات، يعني بكرة الصبح هنخلص. حد وراه حاجة؟ لو داس الساعة كام يا ابو رافعين؟ لسه بدري. طيب اولا اهميه التفكير كتابيا وكنسيا. تعالوا نشوف مع بعض هل الكتاب المقدس بيدعونا للتفكير ولا لا. بصوا الايه الجميله دي، حوار دار بين السيد المسيح وشاب. بعد ما خلص الحوار والمناقشه، مرقس الرسول كتب في صح 12 تعليقا على القصه دي، قال كده: فلما رآه انه اجاب بعقل قال له أنت لست بعيدا عن ملكوت الله. تعالوا نمسك الآية بقى. فلما رآه، مين اللي شاف مين؟ السيد المسيح شاف مين؟ الشاب. رآه هنا اللي هي عايدة على مين؟ على الشاب. طيب أجاب بعقل، مين اللي أجاب بعقل؟ الشاب. يعني السيد المسيح جه يتحاور مع ولد كده شاب صغير، فالشاب ده لا بيتكلم بإيه؟ بمنطق، بعقل، بتفكير، فكره منظم. راح السيد المسيح قال له كده، قال له أنت لست بعيدا عن ملكوت الله. ممكن لو سمحتوا نفكر بقى العكس معناها ايه؟ اللي مش بيفكر كويس، اللي مش بيستخدم عقله، سهل قوي انه يضيع، سهل قوي انه ما يخشش السماء. وان في علاقة واضحة جدا في هذه الآية بين حاجتين، بين التفكير والعقل وبين دخول السماء، عكس ما احنا ساعات ممكن نكون فاكرين، وعكس ما يمكن يكون بعض التعليم اللي ممكن غلط تتقال انه ما تفكرش. الآية بوضوح بتقول ان اللي بيفكر هو اقرب لدخول الايه؟ السماء. بس انهي تفكير؟ بولس الرسول وضحه، قال اما نحن فلنا فكر مزاج. ده التفكير اللي بيدخل الايه؟ السماء. عشان كده الآية اللي في الأمثال في قلب الإنسان أفكار ايه؟ كثيرة، أما مشورة رب فكر الله، فكر ربنا هو الذي ايه؟ يثبت، هو الصح. احنا عايزين الخلاصة من الموضوع النهاردة ان احنا عايزين نفكر بس بطريقة مين؟ ربنا. ولو فكرنا مش بطريقة ربنا هنخسر، وده اللي هنقوله مع بعض كمان شوية. بصوا الآية الجميلة دي اللي موجودة في أفسس، يقول بولس بيقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته.
بص بقى الجزء اللي متظلل ده في الآية: مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. بولس الرسول هنا عمل صورتين بلاغيتين. أول حاجة، تخيل إن الذهن ليه إيه؟ العقل ليه إيه؟ عيون. مستنيرة عيون. هو الذهن ليه عيون؟ لا، العقل ملوش عيون. بس هو تخيل بولس عمل صورة بلاغية إن العقل ليه إيه؟ عيون. وهنا العيون دي هو شافها إن هي عيون إيه؟ منيرة، مستنيرة. عكسها بقى إيه؟ مظلمة، اللي ما بيفكرش وبيفكر غلط. هو هنا بيصلي بيدعو: يا رب يكون كل الشعب المؤمن مستنيرة عيون أذهانهم، يعني عقلهم بيفكر وبيفكر بطريقة صح، مستنيرة. بمناسبة مستنيرة، لا ثواني دي واحدة اللي قلب السلايد. بمناسبة مستنيرة بس أقول له حاجة صغيرة دايما بفتكرها لما بيجي الآية ديت. يعني وأنا صغير كنت بقضي وقت من الأجازة الصيفية في بيت جدتي، وكان عندي عم من عمامي شقي، وكان يعني ايه متعب شويه لجدي وجدتي وكده. فاكر التعليق اللي كانت جدتي بتقولهولي لما كانت تحصل مشادات بينها وبين عمي دوت؟ كانت لما تحصل مشاده وانا طفل بقى فبتخض كده، فتاخدني في حضنها: ما تخافش حبيبي، معلش اصل عمك مخه ظلم. ففاكر الكلمه كويس جدا. كانت شايف ان هو عشان بيفكر ايه؟ غلط. طول مخه ايه؟ مظلم، يعني مش بيفكر صح، بيفكر غلط. الايه دي عكس القصه دي. ركزوا في اخر الايه اللي قدامكم على الشاشه، هتلاقوا برضو في علاقه بين ايه وايه؟ بين التفكير وبين ايه؟ السماء. ما هو غنى مجد ميراث. لما تكون مستنير عيون اذهانكم هتعرفوا مجد ميراثه فين؟ في القديسين. نقلب السلايد. طبعا من الآيات الجميلة اللي بنستخدمها دايما عن أهمية التفكير هي الآية اللي موجودة في رسالة روميا: لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. عايز تغير حياتك؟ غير تفكيرك. في مشاكل في علاقاتك الأسرية، في مشكلة في طريقة تفكيرك. في مشاكل في شغلك، في مشكلة في طريقة تفكيرك. في مشاكل في خدمتك في الكنيسة أو في الكنيسة، يبقى أنت محتاج تغير تفكيرك. لو أنت عايز تتغير، التغيير بيبدأ منين؟ من الدماغ، من المخ، من طريقة التفكير. لو أنا بفكر بطريقة غلط وطريقة التفكير غلط دي بتأدي إلى نتائج غلط، شبهوا يعني عرفوا كده، أنا آسف، الغباء هو ده، إن أنا أعمل نفس طريقة التفكير ونفس التصرفات وانتظر نتائج إيه؟ مختلفة. يبقى لما الاقي ان انا بعمل كده بتطلع النتيجة كده سلبية، يبقى المفروض اعمل ايه الاول بقى؟ اغير ايه؟ التفكير. بصوا الصلاة هجيب لكم جزء بس صغير، لكن ده نكمل السلايد. الجزء ده يا جماعة الاباء الكهنة بيصلوه سرا. بيصلوه سرا امتى؟ بعد القسمة وخلاص. الجزء ده هنخش على الاعتراف والتناول. قدامنا جسد ربنا ودمه، وابونا بيصلي سرا للشعب، فهيقول اهم، يعني هيقول بقى اهم صلاه، مش كده؟ بصوا الصلاه بيقول ايه رب ابونا سرا: انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوه وفهم. كام كلمه في الثلاث كلمات دول يعلقوا بالتفكير؟ تلتين الثلاث كلمات، صح؟ عقل وايه؟ وفهم. طب ليه لو ربنا ادانا عقل وفهم هنعمل ايه؟ لنهرب. ما هو اللي عنده عقل وفهم هيعمل زي يوسف، صح؟ لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء. امنحنا أن نصنع مرضاتك. اللي هيكون عنده عقل وفهم هيصنع مرضات ربنا كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك. لاحظوا الصلوات والآيات كلها بتربط بين العقل والتفكير والإيه؟ والسماء. أنا يعني هديكوا واجب، بس الآباء هم اللي هيتابعوه. بصوا في صلواتنا الليتورجية وبالذات الأجبية، شوفوا كم بالذات التحاليل الأخيرة اللي بتتصلى، كم فيها الصلوات اللي احنا بنطلب فيها ان ربنا يدينا حكمة وفهم وعقل وتفكير. هتلاقوا ان الكنيسة مركزة جدا على النقطة دي لأهميتها. طيب احنا النقطة الأولانية دي عشان ما حدش بعد كده يجي يتكلم ان الكتاب المقدس والكنيسة ضد ان الواحد يفكر ولا يشغل عقله. ماشي؟ اتفقنا ان احنا اهمية التفكير ده جاي منين؟ دعوة ايه؟ كتابية وكنسية. 2. ايه نقد الفكر العربي ده؟ ده كتيب صغير سنة 99
في كانت سلسلة عاملاها دار المعارف اسمها اقرأ. كان في كاتب ومفكر لسه عايش لغاية دلوقتي اسمه طارق حجي. طارق حجي ده عمل كتيب كده بالعنوان ده، اسمه نقد الفكر العربي، بالحجم اللي انا بقول لكم عليه، وكان ثمنه ساعتها 3 جنيه. مش عارف ده لو اتعاد طبعه دلوقتي هيبقى ثمنه كام، لكن انا فاكر كويس جدا المبلغ اللي أنا دفعته فيه في 99 كان 3 جنيه من سلسله اقرأ دار المعارف. ايه فكره النقد الفكر العربي ده؟ الراجل ده في الكتاب ده بيقول ان دماغنا غلط، فيها طريقه تفكير غلط، وقال ان الكلام ده على مستوى العالم العربي كله. عناوين بقى اللي هقوله لكم ده عناوين الفصول بتاعه الكتاب. اول حاجه في الكتاب ده قال ان طريقه التفكير الغلط بتاعه الشعوب العربيه تقلص السماحه في تفكيرنا. احنا دايما اللي مختلف معانا في الراي نخليه ايه؟ عدونا. الناس بره في اوروبا والدول المتقدمه لما بيختلفوا في الراي ده مش معناه ان هم يبقوا ايه؟ اعداء. بيتعلموا ان هم في راي وراي تاني وحوار ونقاش وتعدديه. هنا اللي يختلف معايا يحصل زي السودان على طول، نعمل ايه في بعض؟ نقتل في بعض. فقال دي طريقه ايه؟ تفكير. طريقه تفكير صح ولا غلط؟ غلط. 2 المغالاة في مدح الذات. احنا حضارة 7000 سنة، احنا خير جاءت احنا حتى الكلام ده وصل لينا كأباط. احنا الكنيسة يعني طبعا حلو ان احنا نفتخر بكنيستنا، بس المشكلة ان احنا فكرة المغالاة في مدح ايه؟ الذات. وبس انت بتغالي في مدح ذاتك النهاردة، وهنشوف ان انت مركز جدا على ماضي انت دلوقتي مش ايه؟ مش فيه ومش عايشه. المغالاة في مدح الذات بتعمل خدعة، وان احنا اكبر مش عارف كده، وان احنا اعظم كذا. وطبعا كل رؤساء العالم بيتصلوا بالرئيس بتاعنا عشان يعني يناقشوه في ازاي مشاكل العالم تتحل. ففي مغالاة في مدح الايه؟ الذات. دي طريقة تفكير صح ولا غلط؟ غلط. 3 ثقافة الكلام الكبير. بصوا للجرايد بتاعتنا او في التلفزيونات، لقاء القمة مش عارف ايه، لقاء تاريخي، العظة التي لم تحدث. دايما عاملين نقول كلام ايه؟ الكلام الكبير ده ايه علاقته بالواقع؟ مفيش. ايه علاقته بالحياة؟ مفيش. وانا بحضر الموضوع دوت ساعتها، هل احنا ساعات دخل الكلام الكبير حتى في الكنيسة؟ هل ممكن في خدمة مدارس الأحد وفي الوعظ بتاعنا والتعليم بنقول كلام كبير بس في الاخر ملوش علاقه بالحياه والواقع؟ ممكن. لازم نراجع نفسنا. دي طريقه تفكير صح ولا غلط؟ احنا بنفخم كل حاجه، بنكبر كل حاجه، ما بنحطش الحاجه في حجمها الايه؟ الطبيعي. 4 ده طارق حجي مش انا اللي بيقول الكلام ده بس مبدئيا. هامش الموضوعيه المتآكل. عايز اشرح الحته دي. حد فاهم يعني ايه موضوعيه؟ صح. وايه كمان عكس الموضوعيه ايه؟ عشان نفهم الموضوعيه هنفهم نقول عكسها فنفهم هي ايه. لا مش الهامشيه، عكس الموضوعيه، عكس التفكير الموضوعي. يبقى التفكير ايه؟ الشخصي الذاتي. ايه الفكره؟ هقول لكم حاجه من قصه سياسيه هشرح لكم بيها الموضوع. في امريكا في حزبين كبار، حزب اسمه الحزب الجمهوري وحزب الديمقراطي. فتره من الفترات كان في واحد اسمه كلينتون اللي هو زوج هيلاري كلينتون، ده كان رئيس الجمهوريه. كان في الاول بيحصل تنافس في الحزب، وبعد كده يحصل تنافس بين الحزبين جوه الحزب. في الحزب الديمقراطي، جوه الحزب الديمقراطي كان في منافسه بين كلينتون سوري ماكين وهيلاري كلينتون. انا اسف، ماكين وهيلاري كلينتون. ماكين فاز على هيلاري كلينتون بقى مرشح الحزب في الانتخابات. لما بيختار الاداره بتاعته جاب المنافس بتاعه اللي ضده معاه، عشان الناس دي ما بتفكرش بطريقه شخصيه. يعني ايه طريقه شخصيه؟ انا بفكر بمصلحتي من وجهه نظري اللي يفيدني. فمثلا في مصر هنا في الخمسينات والستينات في تعبير مشهور جدا انه كانوا بيحطوا الوزراء والرؤساء الادارات والقطاع العام وكده يقولوا اهل الثقه مش اهل الخبره. يعني ايه اهل الثقه مش اهل الخبره؟ الناس اللي هم مع رايهم زي راينا حتى لو ما كانش عندهم ايه؟ كفاءه وقدره. فالنتيجه ايه اللي حصل؟ خسرنا ولا كسبنا؟ لانه التفكير كان تفكير ايه؟ شخصي. انا ماسك مكان فاجيب مين؟ اصحابي اللي بحبهم، اللي دمهم خفيف عليا، اللي بيهزروا معايا.
طب دول مفيدين؟ لا، في ناس احسن منهم، بس انا اخترتهم بطريقه اختيار ايه؟ شخصي. في الاسره ساعات تحصل مشكله لان الزوج والزوجه بيفكروا بطريقه شخصيه مش موضوعيه. هي الكلمه دي جرحتني، الكلمه دي هانتني، طب الكلمه صح ولا غلط؟ انا ما خدتش الكلمه صح ولا غلط بطريقه موضوعيه، خدتها بطريقه ايه؟ شخصيه، ذاتيه، انانيه. عشان كده الراجل ده بيقول في مشكله في طريقه تفكيرنا في مصر في الوطن العربي. هامش الموضوعيه المتاكد، مفيش موضوعيه اصلا، الموضوع كله ايه؟ شخصي في شخصي وذاتي واناني، ما فيهوش تفكير ايه؟ موضوعي. مش بنركز على الموضوع لكن بنركز على الايه؟ على الشخص. رقم 5، هم 8 حاجات قالهم طارق حجي، هنمشيهم بسرعه. الاقامه في الماضي، اربطوها بالمغالاه في مدح الذات. ماشي؟ هو عيب ان الواحد يفتخر بالماضي؟ هو عيب ان المصريين يفتخروا بالحضاره المصريه؟ هو عيب ان الاقباط يفتخروا بالقديسين بتاعهم اثناسيوس وكيرلس وديسقورس وكنيستهم وتاريخها؟ ده غلط. الغلط ايه؟ الغلط ايه في الجمله؟ الاقامه ان احنا نعيش في الماضي وننسى ايه؟ النهارده وبكره. طب انت حضاره ال7000 سنه، انت فين النهارده؟ انت مش عارف كذا، انت فين النهارده؟ احنا زمان في الكنيسه كنا بنعمل حلو، طب انت بتعمل ايه النهارده؟ ده زمان احنا كنا في الخدمه بنعمل كذا كذا، حلو مش وحش ان انت تفتخر بالماضي ده، بس المفروض ان احنا نعمل احسن منه امتى؟ النهارده، ونفكر ان احنا نعمل احسن منه امتى؟ بكره. لان المسيح بيقول جئت ليكن لهم حياه وليكن لهم افضل. المشكله في القصه دي هي الاقامه في الماضي. افضل طول عمري اسير لمرحله في حياتي واقف عندها ومش عايز اتخطاها. لكن الشاطر اللي بيفكر ليه ما يبقاش النهارده احسن من امبارح، وليه بكره ما يبقاش احسن من النهارده. رقم 6، ضيق الصدر بالنقد. صح ولا غلط؟ حد فينا بيقبل انه حد ينقده؟ مع انه النقد ده مهم جدا. ليه النقد مهم جدا؟ بالظبط، هي دي محاسبة النفس روحيا. هو محاسبة النفس ايه؟ ما هو ان انا اقعد مع نفسي وانقد نفسي، انا فيا كذا وكذا وكذا وكذا، ولما اب اعترافي يقعد ويوجهني، هو ده اللي خلاص نفسي. طب في الحياة ما هي دي اللي هتصلحني. احد الفلاسفة قال العبارة الجميلة دي، قال النقد أداة بناء الشعوب. يعني الشعوب اللي بتنقد نفسها هي اللي بتتقدم. ليه؟ عشان بتصلح احنا غلطانين في كذا كذا نصلح. لكن نفضل سنة ورا سنة و10 سنين و30 سنة و60 سنة احنا عارفين مشاكلنا واقفين ايه؟ عندها ما بنصلحهاش. كل الناس عارفة الحلول، طب ما نصلحش ليه؟ عشان احنا عندنا ضيق صدر بالايه؟ بالنقد. 7، الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة. طبعا انتوا عارفين اي حاجة بتحصل لنا في مصر سببها ايه؟ مؤامرة امبريالية صهيونية امريكية شيطان، صح؟ لكن احنا زي الفل، احنا ما عندناش اي مشكلة. طبعا في مؤامرات، وطبعا في الدول بتعمل لمصالحهم، وطبعا في صح جدا، بس تفتكروا ان الدول بتتقدم وتتأخر بسبب دول تانية، والانسان بيتقدم ويتأخر بسبب حد غيره؟ ولا ايه مشكلة الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة؟ في مؤامرة بس ايه مشكلة الاعتقاد المطلق فيها؟ ان ما بقاش عندنا مشكلة. انا فاشل مش عشان انا فاشل، عشان حد غيره السبب. انا ما بشتغلش مش عشان انا مش بدور على شغل وبجتهد، لا عشان ما فيش شغل في البلد. انا مش ناجحة في حياتي الاسرية عشان زوجي بيعمل كذا وكذا، لكن ما ببصش لاخطائي انا. وانا برضو نفسك، انا ولادي انا مش متفاهم معاهم لان ولادي اقعد اتكلم على مين؟ فمشكلة القصة دي ان بتحط المشكلة ايه؟ برايا. فانا عمري ما احل المشكلة لان في حد غيري هو سبب الايه؟ المشكلة. اخر حاجة دي فصول كتاب نقد الفكر العربي، انا حبيت اجيبها لكم ازاي ممكن تكون بعض الافكار الغلط تدمر حياة شعوب واشخاص ومجتمعات. تمجيد الفرد، طبعا احنا اللي خلينا الرؤساء بتاعنا ايه؟ زمان فراعنه، مش كده؟ احنا اللي اخترعنا الفراعنه، ان خلينا في حاجه اسمها ايه؟ فرعون، والفرعون يبقى ايه؟ اله. احنا المصريين كانوا بيعبدوا الحاكم بتاعهم. ايه مشكله دي؟ ساعات الشخص بيفتكر كده. سنه 2002 لما اترسمت كاهن ورحت الدير، ففي استلام الذبيحه في الزفه اللي اتعملت بعد الذبيحه، فالشعب البسيط الجميل بتاع كنيستنا فرمينا فم الخليج وانا معدي كانوا عمالين يعملوا لي كده. لو انا مش فاهم ان دي للمسيح مش ليا،
بس هم شعبنا بيحبنا، بيحب الكهنة، والشعب بتاعنا بيحب القيادات بتاعته، والشعب بتاعنا بيفخم. بس في مشكلة لو الشخص فهم ان الكلام ده معناه انه لا يخطئ، وانه فوق الخطأ، وانه فوق المساءلة، وانه فوق فتمجيد الفرد ده مشكلة. عشان كده بنواجه مشكلة ان كل واحد موجود على كرسي صعب ان انت تسأله، او صعب انك انت تتكلم معاه، او صعب انك انت تواجهه. فدي من ضمن التفكير الغلط. في اوروبا والدول المتقدمه الرئيس او القائد او اللي في موقع المسؤوليه هو بني ادم في الاخر. ممكن يعملوا ايه بعد كده؟ دلوقتي رئيس امريكا بيعملوا ايه دلوقتي؟ ترامب بيعملوا ايه دلوقتي النهارده؟ بيحاسبوه. ومفيش مشكله خالص انه يكون حتى في الحكم، ويبقى مثلا يتمسك في اشاره انه تخطى ليه؟ انه انسان في الاخر، ممكن يصيب وممكن ايه؟ ممكن يخطئ. دي النقط اللي قالها طارق حجي. تعالوا بقى ناخد السؤال الثالث. انتوا اللي هتجاوبوا على السؤال ده، انتوا اللي هتجاوبوا على السؤال ده، مش هنطلع الاجابه. الاول هسال السؤال قبل ما اقول لماذا. هل انتوا معايا ان في المجتمع المصري شويه في تراجع لدور العقل والتفكير ولا لا؟ موافقين؟ طيب لو انتوا موافقين، ايه السبب الرئيسي في تراجع العقل والتفكير في مجتمعنا؟ في مشكلة في التفكير، في مشكلة. احنا البلد عاملة مبادرة اسمها مبادرة وعي، عشان في مشكلة. والوعي دي عايزين تعرفين يدوها لمين؟ ل 60 مليون. احنا 100 مليون، في 60 مليون مواطن هيدوه مبادرة وعي ده. يعني عارفين ان هم 60 مليون محتاجين ايه؟ وعي. يعني في مشكلة فعلا، الدولة بتقول كده نفسها. يعني ايه السبب؟ تفتكروا ايه السبب؟ اللي هيقول الاجابه الصح هياخد هديه، بس مش مني، من الاباء الكهنه. تفتكروا ايه السبب الرئيسي؟ الجهل. ايه السبب الرئيسي بتاع الجهل؟ عدم الحريه. اشكرك. ايه السبب الرئيسي لعدم الحريه؟ التعليم. 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 هيطلع دلوقتي حاجات كتيره، بس اهمها التعليم. قداسة البابا شنودة الثالث اتولد سنة 1923، 3 أغسطس 23. بابا توفى، اتنقل مع أخوه في بلاد مختلفة. المدارس اللي اتعلم فيها البابا شنودة كانت مدارس إيه؟ حكومية عادية. البابا شنودة ولا دخل بامبستير، ولا دخل سن مش عارف إيه، ولا سن إيه، ولا صح؟ ما دخلش الكلام ده كله، مدارس حكومة. البابا شنودة كان مستواه العقلي والتفكيري واللغوي والشعر والانجليزي، ايه رايكم فيه؟ اتعلم كويس. طبعا هو في طبعا هو معجزة وموهبة، بس برضه ما ننساش ده نتاج ايه؟ التعليم في الفترة دي. التعليم في الفترة دي كان بيطلع كده. التعليم الحكومي العادي كان بيطلع واحد بيتكلم انجليزي بالطريقة دي. البابا كان بيوعظ بالانجليزي عادي جدا، وكان بيقول شعر، وكان باللغة بتاعته التعليم كان بيعمل كده. كان عادي انه الناس تطلع كده. التعليم محتاجين نهتم بالتعليم في البلد، ومحتاجين نهتم بالتعليم فين؟ في الكنيسة. هو ده اللي بيخلي الناس تعمل ايه؟ تفكر صح. هنطلع الحاجات، وطبعا في حاجات تانية بس اهمهم التعليم. يعني احنا عندنا مشكلة بسبب التنشئة الأسرية اللي بتخليش الولد يفكر. لو الأب والأم الولد اللي يجي يسأل فيقول له ما تسألش وينتهروا الولد، طبعا مش هيخلوه يفكر. تاني حاجة أسلوب التعليم المدرسي الحالي، طبعا التلقيني. أسلوب التعليم الكنسي اللي فيه جزء من التعليم المدرسي، هنحفظ من غير ما ايه؟ ما نفهم. طبعا احنا عندنا أمية للأسف في مصر، ما زالت عندنا أمية قراءة وكتابة، وأمية ثقافية، وأمية إلكترونية. فمتخيلين ان دلوقتي لما يكون ما زال من 30 ل 35 أو 40% من الشعب المصري أصلا ما بيعرفش يقرأ ويكتب، متوقعين ايه يبقى مستوى الوعي ومستوى التفكير؟ فاحنا عندنا مشكلة. عشان كده محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا ونواجه المشكلة دي. طيب السؤال اللي بعد كده انتوا اللي هتجاوبوه برضو، ومش هنطلع كل السلايد، يعني احنا هنسمع بس الاجابات بتاعتكم. هو انت واجع قلبك قوي كده ليه يا ابونا رفائيل، وعامل لنا موعظه في النهضه والتفكير، وعمال تكلمنا عن ترامب وهي كلينتون هو ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما الناس تكون بسيطه وما بتفكرش والدنيا تبقى حلوه كده وما فيهاش كلكعه وما فيهاش؟ ايه رايكم؟ هو في خطوره في الناس ما تفكرش؟ ايه الخطوره؟ انا عايز اسمع منكم بهدوء كده.
لو ولادكم طلعوا ما بيفكروش كويس ايه المشكله؟ لو انت ما بتفكريش كويس ايه المشكله؟ لو انت ما بتفكرش كويس ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ليه الموضوع على فكره خطوره، الموضوع خطير ليه؟ اشكرك. سهل انه يقع في الخطا، ايه تاني؟ ما بيطورش من نفسه، صح. سهل الانقياد، اي حد يجيبه يمين واي يجيبه شمال، صح. هيوصل لدرجة التخلف، هيرجع، يعني الناس بتتقدم وهو بيتخلف، صح، بيرجع لورا. كل ده صح وده طالع في السلايدات اللي هتطلع، بس انا شايف ان اهم نتيجة فيها هو انه قرارات الشخص دي هتبين. هل البني ادم اللي ما بيعرفش يفكر هياخد قرار صح؟ طيب ما هي قراراتنا دي اللي هتوصلنا السما، قراراتنا دي اللي هتوصلنا السما. الجوازه دي كانت غلط ليه؟ اصل البنت ما كانتش بتعرف تفكر ازاي تختار شريك حياتها. انا اتجوزت غلط، طب انت ليه ما اتعلمتش تفكر صح وتختار صح؟ انا دخلت المشروع ده غلط، طب انت ليه ما اتعلمتش تفكر تدرس الموضوع قبل ما تخش المشروع ده؟ اصل انا سافرت وهاجرت وكنت المفروض اسافر، خدت قرار ما انا ما بعرفش افكر، فعمال اخد ايه؟ قرارات غلط، قرارات غلط. هطلع بسرعه بس في حد رافع ايده، اتفضلي. اشكرك. بصوا بقى الموضوع هنا مرتبط، خدوا بالكم، في ناس عندهم دكتوراه، انا اسف اقول الاسم يعني، الرئيس محمد مرسي كان حاصل على الدكتوراه. ايه رايكم في طريقه تفكيره؟ ايه رايكم في طريقه تفكيره؟ كان دكتور، كان دكتور، يعني كان دكتور في الجامعه على فكره. طب طريقه تفكيره؟ طيب في ناس ما خدوش تعليم كبير، ما اتعلموش، على فكره انا قصدي بالتعليم طبعا بقصد بالتعليم المدرسه، بس في ناس ما اتعلموش في المدرسه لكن اتعلموا من الحياه. بالظبط بالظبط. يبقى هي القصه، قصه هنا ايه؟ تفكير، طريقه تفكير. برافو عليكي، مش كده نتكلم عن طريقه التفكير الصح، مالهاش علاقه بالظبط. لكن ما نقدرش بقى ننكر، خدي بالك الاستثناءات ما بتغنيش القاعده، الاستثناءات ما بتغنيش القاعده. مش عندي دكتور في الجامعه ما بيعرفش يفكر اقول لا التعليم مش لازمه، لا التعليم لازمه، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ التعليم ليه لازمه ولازمه جامده. انتوا عارفين دلوقتي ان الدول بره فترة كورونا كانوا بيستخدموا الاونلاين والزوم والحاجات دي كلها، ابتدوا كل ده يتراجع تاني، يعني اكتشفوا ان القصة دي مش صح، ولازم الطلبة ترجع المدارس، ولازم يحصل تعليم مباشر يعني التعليم مهم جدا، ان في حد بيعلم حد. على فكرة الاب والام بيعلموا اولادهم، الاب والام بيعلموا اولادهم، انتوا ليك دور في التعليم وطريقة التفكير. وهنتكلم، هو انا هنا لما هي النقطة الأخيرة هقول لكم انا قصدي في الآخر نفكر ازاي. طيب عناوين سريعه بس لخطوره التراجع والتفكير، هتلاقي احنا كلنا قلناها يعني. الوصول لنتائج غير مرغوب فيها، قرارات غلط. 2 ابتعاد عن قصد الله لحياه الانسان، مش هيخش السماء. عباده زائفه وناقصه ايضا. عايز اقف عند الحته دي، معلش ارجع تاني للسلايد التاني دي. هو الناس اللي بتفكر غلط في الكنيسه وفي اي دين بيبقوا عباره عن ايه؟ مغيبين وعايشين في الخرافة والوهم، يا إما متعصبين وبيأذوا، صح؟ لأنه مش فاهم. 4 غيرة بلا معرفة، تعصب. 5 الوقوع في خطر التبعية، اللي قالها ابونا يوسف، الانقياد. احزان قلب الله، في آية في الكتاب المقدس بتقول كده: احشائي احشائي جدران قلبي تئن فيا لأن شعبي أحمق لا يفهم. الآية موجودة في العهد القديم. قعدت افكر في الايه دي، قلت صح، بعد الشر بعد الشر بعد الشر. ساعات ربنا بيسمح بتجربه، بيسمح، هو مش عايز، ما كانش ربنا عايز لما في حد كده يتولد طفل عنده اعاقه ذهنيه. هل اب وام لما ربنا بيديهم طفل عنده اعاقه ذهنيه بيبقوا فرحانين؟ حزين، كان نفسه يبقى ابنه بيعرف ايه؟ يفكر. فربنا بيشوف ولاده مش فاهمين، بيفكروا غلط، بياخدوا قرارات غلط، عقلهم مغيب، يمين يمين شمال شمال. ربنا كأب بيبص لأولاده دول ويعمل ايه؟ يحزن. الآية بتقول كده: تئن فيا جدران قلبي، احشائي احشائي، يعني عارف يقول لك ايه؟ قلبي وجعا. هو كده ربنا تشبيه طبعا، قلبه وجعه، لا ابنه، احنا ولاده وبنفكر غلط، فطبعا بيحزن ربنا علينا. النقطة اللي بعد كده،
كيف نفكر بطريقة صحيحة. احنا خلصنا. انا عايز اوصل في الاخر لايه؟ هو ده السلايد اللي بعد كده بيجاوب على ازاي، وبعد كده هنقول ايه طرق التفكير الصح. ازاي في الايتين دول؟ بصوا يا جماعة، مفيش تفكير صح بدون ربنا. لأن ربنا يسوع المسيح مثلا في كنوسي هو المزخر فيه كل كنوز الايه؟ الحكمة. هو أقنوم الايه؟ الحكمة. يقول المزمور: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة. تعمل ايه بقى شهادات الرب دي؟ كلمة ربنا تعمل ايه؟ تعليم ربنا يعمل ايه؟ مشورة ربنا التي تثبت في الآية بتاعت الأمثال تعمل ايه؟ تصير الجاهل حكيما. الحته بقى اللي ممكن يكون واحد ما اتعلمش بس علاقته بربنا الحلوه وبيتعلم وبيسال وبيتلمذ، تصير الجاهل ايه؟ حكيما. بصوا الايه الجميله دي تبين احنا محتاجين نشبع بالانجيل اكتر، ونشبع بكلمه ربنا اكتر، ونشبع بالكنيسه اكتر، ونشبع بطقوسها اكتر، ونشبع بليتورجياتها اكتر. فتح كلامك يا رب يعمل ايه؟ ينير، يعقل الجهال. كل ما اقرا في الكتاب المقدس، كل ما اقرب من ربنا بيدي لاولاده حاجه اسمها الاستناره. يشوفوا اللي جنبهم مش شايفينه، فيقدروا يحكموا على الامور ايه؟ صح. هختم بالسلايد الجاي. انا في الاخر عايزك تفكر ازاي. اللي هقوله ده هو اللي ربنا عايزنا نفكر فيه. هقول 5 حاجات هنطلعهم معلش، وبعدين نرجع ناخد واحدة واحدة. ال5 ينزلوا مرة واحدة. ال5 دول هتلاقوا فيه على اليمين اللي ربنا مش عايزنا نفكر بيه، واللي على الشمال اللي ربنا عايزنا نفكر بيه. هناخدهم واحدة واحدة بقى. تعالوا نمسك واحد، نرجع معلش بالسلايد كده. واحد، ربنا مش عايزنا نفكر تفكير سلبي، وربنا عايزنا نفكر تفكير إيجابي. جبت منين؟ كل حاجة أقول ليها قصة من الكتاب المقدس. فاكرين الجواسيس بتوع سفر العدد؟ فاكرين ال 12 ال10 قالوا ايه وال2 قالوا ايه؟ ال10 كانوا بيفكروا تفكير ايه؟ سلبي. لا ما ينفعش، وده احنا كنا كالجراد في عينه ومفيش فايده، واحنا عمرنا ما هنتغير، وهنفضل طول عمرنا كده، واصل انا عمري مشكلتي ما هتتحل، واصل بيتي مش عارف ايه، واصل حد طول الوقت عمال كلام ايه؟ سلبي. يشوع وكالب قالوا ايه؟ سنصعد لنمتلكها لأن الله ايه؟ أعطاها لنا. اللي بيفكروا تفكير إيجابي بيقولوا آيات دايما من الكتاب المقدس. يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يقول إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم لنا. يقول الله لم يعطنا روح الفشل بل روح المحبة. أرجوك اضبطي نفسك. لما بتتكلمي كلام سلبي ربنا مش عايزك تفكري كده، ربنا مش عايزك تفكر كده. اوعى تستغرق في التفكير السلبي. اوعى الشيطان يضحك عليك. الشيطان اللي عايزنا نفكر بتفكير ايه؟ سلبي. الناس اللي عايزه تفكر بمشيئة ربنا بتفكير ربنا تفكر دايما بطريقة تفكير ايه؟ ايجابية. 2، التفكير المتطرف والتفكير المتزن. في قصة في الكتاب المقدس، بولس وبرنابا عملوا معجزة، فالناس في الجزيرة عملوا ايه؟ آلهة وعبدوهم. ده اسمه ايه بقى؟ تطرف. خليك غير متطرف في تفكيرك، خليك متزن. ابائنا علمونا الطريق الوسطى خلصت كثيرين. في ناس ياخدوا يمين قوي، وفي ناس ياخدوا شمال قوي. لو سمحتوا الطريق الوسطى. خليك معتدل، خليك متزن، خليك لما تذكر مثلا ايجابيات اذكر سلبيات، ولما تذكر سلبيات تذكر ايجابيات. يبقى انت كده متزن مش متطرف. في واحد يقول لك يا ده مش عارف، ده تطرف. خليك دايما معتدل ومتزن في طريقة ايه؟ تفكيرك. 3 الأول قبل 4. التفكير النمطي والتفكير الابتكاري. ربنا عايزنا دايما نكون مبدعين ومبتكرين. جبتها منين انا دي؟ جبتها منين؟ ايه رأيكم؟ ليه ربنا عايزك تبقى ايه؟ عندك ابداع وابتكار. ربنا عايزك وعايز ولادنا يكون عندهم ابداع وابتكار. ليه؟ اللي هيجاوب على الاسئله هياخد هديه من الاباء الكهنه. احنا اتفقنا طبعا. انتوا عاملين توفروا للاباء الكهنه، ما حدش بيجاوب على الاسئله خالص. ليه ايه اللي يثبت ان ربنا عايزنا نكون مبدعين؟ عشان انت على صوره ربنا ومثاله. عشان انت على صوره ربنا ومثاله. مصدقين دي؟ طب ربنا ايه؟
نمطي؟ انظر حولك، انظر للطبيعة، انظر للطيور والزرع، بصوا التنوع، بصوا الجمال، بصوا الإبداع، بصوا للبحر، بصوا للنيل، بصوا ربنا قد ايه جميل، وبصوا قد ايه ربنا مبدع وربنا مبتكر وربنا بيفكر دايما خارج الصندوق. انت صورته ومثال. طب انا ما بفكرش تفكير ابداعي، مش عشان انت ما فيكيش ده وانت ما فاكش ده، عشان طريقه التربيه والتعليم من واحنا صغيرين كأني في صوره اتملت بالايه؟ بالتراب. فاحنا عايزين نعمل ايه بقى؟ نشيل التراب ده جوه كل واحد فينا. لا، عايز يفكر بطريقه جديده. يقول لك انا عايز كل كاتب يكون متعلم يخرج من كنزه ايه؟ جددا وايه؟ وعتقا. طلع حاجات جديده، طلع حاجات قديمه ويقدمها حاجه جديده. ايوه، هو ربنا كده وعايزك تفكر كده دايما. تفكر، استمتع بحياتك وتستمتع بدنيتك وولادك. مش اللي نبات فيه نصبح فيه. الامثال دي غلط. ليه اللي نبات فيه نصبح فيه؟ ليه ما يكونش بكره حاجه جديده؟ ليه ما نعملش حاجه جديده على مستوى حياتنا وعلى مستوى خدمتنا وعلى مستوى شغلنا؟ رقم 4 احنا شرحناها في الكلام فمش هنقولها، اللي هو التفكير الذاتي والتفكير من فضلكم. ياما بيوت اتخربت بسبب التفكير الذاتي، ياما مجتمعات اتخربت بسبب التفكير الذاتي. لو كل واحد بيفكر بمصلحته، بيفكر بأنانية، بيفكر بذاتية، في ناس تانية يفكروا بطريقة موضوعية. عارفين التفكير الذاتي ده يا جماعة؟ حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. اديكم من ضمن الامثله الغلط اللي ليها علاقه بالذاتي والموضوعي. من اخطر الامثال اللي موجوده يقول لك ايه؟ انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. ايه رايكم في المثل ده؟ ده كلام موضوعي؟ انا واخويا على ابن عمي. طب افرض ابن عمي هو الصح واخويا الغلط. المثل اناني وذاتي، صح؟ انا وابن عمي على الغريب. طب انا ابن عمي الغلطان والغريب الصح، ازاي اقف مع ابن عمي؟ عشان انا بفكر تفكير ذاتي، عشان بفكر تفكير اناني. الناس اللي ما بتفكرش، بصوا يعني في المجتمعات البسيطه، احنا مجتمع بلبينا فوق بخليج مجتمع بسيط، في ساعات تحصل خناقات يعني في حوش الكنيسه، الناس داخله تضرب مش فاهمه حاجه. تضرب ليه؟ اصل في واحد قريبه بيتضرب او بيضرب، فهو داخل مش فاهم. بعد ما بيفهم انه قريبه ده هو بيبقى مكسوف، انا دخلت غلط، لان هو دخل تفكير اناني، ما حاولش يفكر مين صح ومين غلط. لا، في تفكير ذاتي وتفكير موضوعي. من فضلكم عايزين من اول النهارده يكون طريقه تفكيرنا موضوعيه. اللي قال الكلام ده انا ما بحبوش، صح؟ بلاش ما بحبوش، احنا بنحب كل الناس، بس هو ما بيحبنيش والعلاقه بينا مش كويسه، او انا مش بآمن بكل افكاره، بس الفكره اللي بيقولها دي صح. اديكم مثال للتفكير الموضوعي. موسى النبي لما كان في خروج بيقعد يقضي للشعب من الصبح بالليل، فجه يثرون حماه قال له انت اللي بتعمله ده؟ قال انا بقعد اقضي للشعب. قال له بس انت كده بتكل، يعني بتتعب، والشعب ايضا ايه؟ يكل. انت تعبان والشعب تعبان. طب ما اعمل ايه؟ قال لا، ده في حاجه اسمها تفويض، ديليجيشن، وهيكل تنظيمي، وتعمل كده كل 10 معاهم واحد وكل 50 معاهم واحد، وتعمل هيكل كده تنظيمي وتوزع الشغل ويبقى الناس دي تساعدك. بس طبعا ما تختارهمش اي ناس، لا، اختارهم خائفين الله ذوي قدره مبغضين الرشوه. طيب موسى بقى لو بيفكر تفكير شخصي، انا كريم الله اسمع كلام يثرون؟ طبعا هو كان لازم يسمع كلام يثرون لانه يكون حماه، ولو ما سمعش كلامه هتحصل مشاكل عائليه. بس بغض النظر عن كده، لو هو فكر بطريقه شخصيه في الموضوع، لكن هو ما فكرش بالطريقه دي. يثرون ده كان كائن مديان، يعني مش من شعب ايه؟ ربنا، لكن كلامه صح ولا غلط؟ هي دي الموضوعيه، هي دي الموضوعيه، انه ما ربطش من الكلام والشخص، خد الكلام لوحده وقال ان الكلام ده صح. اخر حاجه، التفكير الخرافي والتفكير العلمي. انا عايزكم تفهموني صح، انا عايزكم تفهموني صح. لما الناس تخش الكنيسه وتسيب القداس والمسبح وتجري ورا رمل، ورا شال، ورا كذا للقديسين، وينسوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، طبعا
التراب اللي مشي عليه القديسين ده الواحد يعني ما يستاهلش انه ياخده ويحطه فوق راسه، بس هو احنا القديسين الهدف في العلاقه بيننا بينهم تكون علاقه رمل وشال، ولا انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بهم؟ طب يا ابونا احنا غلط نتشفع بالعكس، احنا عايزين نتشفع بالقديسين، بس عايزين نتشفع بيهم ايه؟ صح. لما تنتشر في الكتب الكنسيه، تنتشر، بقول لكم تنتشر، انا قد الكلمه، تنتشر في الكتب الكنسيه، في كتب معجزات كل القديسين، ان انا ما ذاكرتش ورحت للقديس فشاور لي على الصفحه، فالصفحه دي هي اللي جه منها الايه، او جبت الرمله بتاعت القديس ورشيتها على ورقه الاجابه وما كتبتش حاجه فنجحت، او ايه رايكم في الكلام ده كله؟ ده خرافه. ربنا عايزنا كده؟ احشائي ربنا يعني لما يلاقي الشعب بتاعه بيعمل كده يقول لك احشاء تئن فيا جدران قلبي لان شعبي احمق لا يفهم. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني ده ربنا بيقول مش انا يعني. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ روح ذاكر يا ابني، روحي ذاكري يا بنتي، روح اجتهد يا فلان. طب وشفاعة اتشفع بقى اعمل اللي عليا واتشفع بالقديسين، لكن ما اعملش اللي عليا واتشفع بالقديسين واطلب من تحصل معجزه، ده ظلم. طب واللي ذاكر ده ذنبه ايه؟ حتى مسيحي غير مسيحي ذنبه ايه؟ واحد اجتهد وتعب وانا ما تعبتش، بس كل اللي عملته عملت ايه؟ جبت شال ولا رمله ولا هل ربنا عايز كده؟ لا. هل شفاعة القديسين تديني حاجة مش من حقي؟ هل شفاعة القديسين تديني حاجة تظلم بيها حد تاني؟ هل شفاعة القديسين تخليني انسى اصلا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ ده اصلا هو انا بتشفع بالقديس ده عشان اقام علاقة حقيقية مع ربنا، انا عايز اتعلم منه، انا عايز ابقى زيه في ايه؟ محبته لربنا، في تواضعه، في تمسكه بالسماء، في نسكه، هو ده اللي انا عايز اتعلم منه. فاحنا للاسف بصوا بقى، اتفرج على الفيس بقى ووسائل التواصل الاجتماعي، حصلت معجزه اجري، صوره هنا بتنزل زيت اجري، ليه بنعمل كده؟ واحنا محتاجين النهارده ان صوره العذراء تنزل زيت عشان نؤمن ان العذراء ولدت الله؟ انا بسالكم جاوبوني، احنا محتاجين ده؟ طب ليه بنجري ورا الكلام ده؟ ليه بنجري وراه؟ وليه بنخلي الناس تضحك علينا؟ وليه بنخلي الناس تقول كلام مش حقيقي عن ايماننا الحلو الجميل اللي مبني على العقل والتفكير؟ انا مش، خدوا بالكم افهموني صح، في صور بتنزل زيت بس ده القاعده ولا الاستثناء؟ وهل الحاجات دي هي اللي بتؤكد ايماننا؟ لا، احنا ايماننا ثابت جوه ايه؟ قلوبنا. لكن والقديسين بيعملوا معجزات، بيعملوا، وربنا بيعمل طبعا، بس تعالوا نتفق، المعجزه هي القاعده ولا الاستثناء؟ الاستثناء. يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل القاعده، الطالب يذاكر، واللي بيشتغل يجتهد في شغله، والاب والام يربوا اولادهم كويس. يعني اعمل اللي ايه؟ اللي عليا، واطلب بقى من ربنا واتشفع بالقديسين انه يساعدوني. لكن مش انا قاعد حاطط ايدي على خدي، ربنا بقى هو يتصرف ازاي؟ يقول لك الله الذي خلقك بدونك لا يقدر ان، مش عشان هو يقدر، بس ليه لا يقدر يوازن بدونك؟ لانه بيحترم ايه؟ حريتك واختيارك. هو كان ربنا مش قادر يعمل معجزه يشبع الجموع لوحده؟ لا، انا محتاج تقوم بدورك. ايه الدور؟ نقعد منظمين، اتكوا 50-50 في تلاميذ، وهنا ايه ده؟ دوري، بعمل ايه؟ دوري معاكم ايه؟ 5 خبزات، قدم ال5 خبزات والسمكتين، فربنا يعمل بعد كده ايه؟ يبارك. معلش انا طولت في النقطه دي، بس انا يعني اتمنى ان انتم تفهموني صح. انا مش بانكر، بالعكس، يعني القديسين بيعملوا معجزات ومعجزات حقيقيه ويوميه في حياتنا، بس جرينا الكتير وراها ممكن يقلل من ايه؟ من قيمتها. وتعالوا نتفق، لو عندي 1000 مريض، تفتكروا المعجزه هتحصل لكام في ال1000 دول؟ 1 2؟ طب في 900 وحاجة المريض ده مش هيخف، صح؟ هل معنى كده ان الناس دي ربنا ما بيحبهمش؟ لا. طب ايه رأيكم، هو البابا شنودة مات حياته بايه؟ معيه، وكان بيغسل، هل مش قديس؟ طب ابونا بشوي كامل مش جاله الكانسر؟ طب هو ربنا ما كانش قادر يعمل معجزة مع ابونا بشوي كامل؟ انا اسف، ايه اللي عايز اقوله يعني؟
انه الناس اللي بتتعرض للمرض ويصلوا ربنا وما يحصلش معاهم معجزه، مش معناه ان ربنا ما بيحبهمش، بالعكس احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. وساعات مشاركه الالم وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ايه ايضا ان تتالموا معه. فالضيقه والالم والمرض ده مش معناه ان الانسان بعيد عن ربنا. يمكن في العهد القديم كانت القصه كده ان في علاقه بين المرض والخطيه، لكن في العهد الجديد بالعكس القصه بقت عكسيه، يعني بقت هبه. مشاركة السيد المسيح في آلامه دي شيء مهم جدا، ولإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. آمين.